السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة النهاردة من أسهل ما يكون، تنفع غدا أو عشاء كوجبة أساسية، وكمان تشرفك في أي عزومة كطبق جانبي. وبصدر فرخة واحدة هنعمل مع بعض مكرونة بالفراخ والبشاميل. طريقتها حلوة وسهلة وبسيطة كالعادة، تعتبر وجبة كاملة متكاملة، طعمها لذيذ جدا، حشوة لذيذة وبشاميل كريمي ولونها تحفة وريحتها جبارة. مش هتحتاجي جنبها غير طبق السلطة. يلا بقى بسرعة لايك وشير للفيديو. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا غادة وقناتي حلوة وسهلة. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ بالوصفة. أول حاجة هجهز معاكم مكونات الحشوة. معايا صدر فرخة، هقطعها مكعبات صغيرة زي كده، وعلشان تتقطع معاكي كويس تقدري تدخليها الفريزر 10 دقايق تمسك نفسها، هتتقطع معاكي بكل سهولة. كمان هحتاج لثمرة من الطماطم متقطعة برضو مكعبات صغيرة. وهجهز معايا 4 فصوص من الثوم وهفرمهم ناعم كويس جدا. ومعايا كمان ثمرة من الفلفل الأحمر متقطع مكعبات صغيرة. تقدري طبعا تضيفي فلفل ألوان أو حتى فلفل أخضر من بتاعنا البلد العادي. ويلا بينا الأول نجهز لسلق المكرونة. علشان نسلق المكرونة هحتاج لمية بتغلي على النار، هضيف عليها معلقة واحدة من الزيت مع رشة من الملح، وهنزل عليها بكيس من المكرونة القلم أو المقصوصة. وما تكتريش مكرونة لأن مش مستحب أبدا إن طبقة المكرونة تكون سميكة. أنا استخدمت كيس واحد من المكرونة اللي هو من 400 ل 500 جرام. وعلى ما المكرونة تتسلق معانا تعالوا نجهز الحشوة. حطيت معلقة من السمنة على النار، وهنزل عليها ببصلة متوسطة الحجم متقطعة مكعبات، وهقلبها كده لحد ما تدبل معايا. هوسع كده مكان في النص كده زي ما انتوا شايفين علشان انزل فيه بمكعبات الفراخ، وهسيبها كده دقيقة لحد ما تغير لونها قبل ما اقلبها. وده يا بنات علشان انا مش عايزة الفراخ تجيب ميتها، عايزين الحشوة تكون جوسي كده معانا علشان المكرونة تتشرب من طعمها، وكل قطعة فراخ تكون طرية ودايبة معانا في الاكل. علشان كده يا بنات التقليب هيكون من وقت للتاني. وزي ما انتوا شايفين الفراخ ما جابتش اي ميه معايا. واول الفراخ ما تغير لونها معانا يا بنات هننزل على طول بالتوابل، ومش هنكتر علشان نحس بطعم الحشوة مش بطعم التوابل. معايا من التوابل معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ. ولو مش متواجدة معاكي ضيفي مكعب من المرقة، والملح طبعا حسب الذوق، مش هنضيف أكتر من كده. وهنبتدي نقلب كده علشان الفراخ تتشرب من طعم التوابل لحد ما تدخل معايا في التسوية. هبتدي اضيف الثوم المفروم وهقلبه لحد ما اشم ريحته. واول ما اشم ريحة الثوم يا بنات على طول هنزل بالطماطم، وهقلبها كده واغطيها واسيبها على نار متوسطة لحد الطماطم ما تنزل ميتها والفراخ تتشرب من طعمها وتستوي معايا. وكده يا بنات المكرونة عدى عليها حوالي 7 دقايق. مش عايزين المكرونة تستوي سوا كامل، لأنها طبعا لسه هتدخل الفرن ولسه هتاخد بشاميل، فعايزينها تكون معانا 3/4 تسوية بس. يعني كده تمسكي المكرونية معاكي، تضغطي عليها بصوابعك كده فتقطم معاكي، يعني يكون فيها كده تكة لسه ما استوتش. هبتدي بقى اخدها اصفيها واشطفها تحت الحنفية، وبعد كده هنبتدي نستخدمها. ويلا بينا بقى نشوف الحشوة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله
على فكرة يا بنات ريحتها طالعة ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. زي ما انت شايفة قطعة الفراخ خلاص استوت ودابت معايا. دلوقتي بقى هنزل على طول بالفلفل الأحمر، أو لو حابة تضيفي طبعا فلفل ألوان أو فلفل أخضر بلدي مفيش مشكلة، بس احنا بنضيفه في الآخر علشان يكون كده ماسك نفسه ونحس بطعمه. وهندي على طول تقليبة، وزي ما انت شايفة الطماطم نزلت ميتها مع الفراخ، والحشوة جوسي ما شاء الله. عايزين بقى المكرونة تتشرب من كل الصوص بتاع الحشوة ده، فأنا دلوقتي هطفي عليها وخلاص كده الحشوة معايا جاهزة. ويلا بينا عشان نجهز البشاميل. وعشان نعمل البشاميل معايا على النار معلقة كبيرة من السمنة، هنزل عليها بثلاث مكعبات كبار من الزبدة، يعني حوالي 3 معالق، يعني معايا 4 معالق من المادة الدهنية. سواء بقى حطيتيها كلها زبدة، حطيتيها كلها سمنة، حطيتيها زبدة على زيت ماشي، حطيتيها سمنة على زيت ماشي، كلها حسب رغبتك. هبتدي دلوقتي بعد ما تدوب معايا على طول هنزل ب4 معالق هرمية من الدقيق متعدد الاستخدامات، ويكونوا منخولين يا بنات. وهقلب على طول علشان الدقيق يخرج كل الرطوبة اللي فيه ويستوي معايا. يعني لما تيجي كده تاكلي البشاميل ما تحسيش بطعم الدقيق. وزي ما انت شايفة طالما الدقيق مع المادة الدهنية سايلين كده، مش ناشفين كده زي العجينة معاكي، لازم تكون سايلة كده زي ما انت شايفة، معنى كده ان انت ماشية صح. دلوقتي بقى هضيف معاها التوابل آه، علشان كده يعني ايه تخرج النكهة بتاعتها معايا. من التوابل هضيف عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر الناعم، ولو أبيض يكون أفضل. هضيف كمان مكعب من المرقة وذرة من الملح. وهنزل على طول عليهم ب2 كيلو من اللبن، يعني بمعدل 8 كوبايات من بتوع المية. وهنزل عليهم مرة واحدة، هنزل باللبن يا بنات مرة واحدة، واللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ، ولا سخن ولا ساقع من التلاجة. اللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ. وعلى طول هبتدي أقلب بالمضرب، وزي ما انت شايفة ما فيش أي تكتلات معايا، لأننا بنزلنا باللبن مرة واحدة. لو نزلت واحدة واحدة هيبتدي الدقيق يفضل يتشرب من اللبن معاكي، ومش هتاخدي نتيجة كويسة. واخر اضافة معانا يا بنات وهي بشرة من جوزة الطيب، يعني في حدود ربع معلقة صغيرة، ما تكتريش. ودي طبعا بتاخد البشاميل بتاعك في حتة تانية خالص. قد ايه بتكون نكهته مميزة جدا في البشاميل. هنبتدي بقى نقلب كده لحد ما ناخد السمك اللي احنا عايزينه، اللي هو ولا سميك قوي ولا خفيف قوي، يعني كده قولي زي المهلبية الخفيفة مش التقيلة، علشان البشاميل يكون كريمي والمكرونة تتشربه معاكي. زي ما انت شايفة القوام معايا، ده القوام اللي احنا عايزينه. وكده البشاميل بيكون جاهز معايا، وهبتدي ارفعه من على النار. وبالنسبة للصينية دي يا بنات انا حبيت اغير عن المعتاد، يعني مش حابة ان انا اعملها طبقات زي المكرونة البشاميل. فانا هضيف كل الحشوة على كمية المكرونة بتاعتي، وهديها كده تقليبة لحد ما تتجانس مع بعضها. وكمان هنزل عليها بتلت كمية البشاميل اللي عندي، وهقلبها كويس جدا. وكده بتكون جاهزة معايا ان انا افضيها في صينية الفرن علشان ادخلها الفرن. شوفي معايا بقى المنظر اللي يجوع ده ما شاء الله. شوفي قد ايه المكرونة شاربة البشاميل. دلوقتي معايا الصينية عشان اجهزها للفرن، هنزل عليها بكبشتين كده من البشاميل، وهوزعها في الصينية كويس جدا وما تنسيش الحروف. وعلى طول هنزل عليها بكل كمية المكرونة بالحشوة اللي جهزناها مع بعض، وهساويها كده، يعني هنزل عليها بطريقة عشوائية يعني.
وهبتدي اساوي الوش كده معايا، وبعدين هنزل على الوش بباقي كمية البشاميل بتاعتي. ودلوقتي بقى هنزل بالبشاميل على الوش زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله البشاميل ما فيهوش غلطة، ولا تقيل ولا خفيف، جوسي وكريمي ما شاء الله. هنزل بكل الكمية بتاعتي بقى، مش هنسيب في الحلة حاجة، وهنسوي الوش كويس جدا. وكده بقى زي الفل، ولا هنضيف قشطة ولا هنضيف جبنة ولا البشاميل محتاج اي حاجة تانية خالص، هو كده زي الفل. هنسوي بقى الوش كويس جدا، وهبتدي ادخلها فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة على الشبكة في النص لمدة نص ساعة. لو الفرن بتاعك بيولع من فوق ومن تحت، ولعي من فوق ومن تحت مع بعض. لو ما خدتش وش معاكي في الفترة دي، في فترة نص ساعة، ابتدي ولعي الشواية واديها وش. بس انا ما ولعتش الشواية نهائي، ما كانتش محتاجة مني ان انا اولع الشواية نهائي. اخدت في الفرن نص ساعة بالظبط، وكانت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شوفوا لونها وجمالها، بدون جبنة بدون قشطة. البشاميل ما كانش محتاج يا بنات اي حاجة تانية، والطعم كان حكاية ما شاء الله. شوفوا لونها وجماله وريحتها يا بنات قلب الدنيا، بجد بجد احسن من اللحمة بكتير. يلا بينا نقطع قطع مع بعض ونشوفها. عايزة اقول لكم يا بنات ان المكرونة فعلا لسه سخنة معايا، لسه ما بردتش. يلا بقى هنشوف قطع مع بعض وهنشوف شكلها ايه. شوفوا بقى الجمال والحلاوة دي، عايزة اقول لكم ريحتها بجد تحفة تحفة تحفة. والبشاميل كريمي على الوش زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. والمكرونة نفسها من جوه شاربة البشاميل، وشربت من طعم الفراخ وطعمها خطير. عايزة اقولك ان فعلا طعمها احلى من اللحمة كمان. شوفوا بقى الجمال والحلاوة دي، وصحتين وعافية على قلبكم يا رب. وبصدر فرخة واحد عملنا صينية مكرونة بالبشاميل وحشوة الفراخ ما شاء الله، طعمها خطير وريحتها جبارة. وصحتين وعافية على قلبكم يا رب. وكده انا بكون خلصت وصفة النهاردة، اتمنى تكون نالت اعجابكم. يلا بقى جربوها، واكيد هستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تدعموا الفيديو ده بلايك وشير لكل اهلكم واصحابكم، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.